بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها قانون الهجرة الفرنسي الجديد الذي يلغي اتفاقية الهجرة بين فرنسا والجزائر حتى يوقف تدفق المسلمين الجزائريين من الجزائر إلى فرنسا. الحكومة الفرنسية، وزير الداخلية الفرنسي يقول: لدينا في فرنسا الآن نحو 3 ملايين مسلم جزائري، وفرنسا يعني تقول لا نريد مزيدا من المسلمين، وأنتم تشاهدون اضطهاد فرنسا للمسلمين. وربما أن أحداث الشاب نائل ربما كانت الحكومة الفرنسية أو اليسار أو الدولة العميقة تريدها من أجل المزيد من التضييق على المسلمين في فرنسا. احنا داخلين أو احنا بدأنا أصلا في محاكم التفتيش الفرنسية حاليا كما كان في الأندلس، لكن بإذن الله إن شاء الله سيفشلون. فرنسا خلاص يعني هي في مرحلة الانهيار، ولن تستطيع لسنة الله تبديلا. يعني تعالوا حضراتكم نبدأ من موقع الإكسبريس الفرنسي، نشر تحت عنوان اتفاقية الهجرة عام 1968 العودة إليها سيكون سبب الحرب للجزائر، أو أنه هيحصل مشاكل ضخمة جدا مع الجزائر إذا تم إلغاء الاتفاقية. اللي حصل أنه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامين، وهو شديد العداء للإسلام والمسلمين وبيصرح بهذا، حتى هو قال يعني يجب أن نجبر الطلاب على أكل لحم الخنزير في المدارس، لابد نأخذ الطفل المسلم وغير المسلم يعني وندخله الحضانة من سن 3 سنوات، حتى يعني قبل أن يسمع كلمة الله من أبيه وأمه يعني. وطبعا بيعلموه في سن 3 سنوات إنه يخلع عاري بلبوس، والبنت تخلع عارية تماما أمام الولد. يعني هم يريدون إن ولا الولد يتعلم أي شيء من أبيه ولا أمه. المهم، فداخلين فرنسا داخلة في إجراءات قاسية جدا. يعني هو كده أنت بتخطف الولد من أبوه وأمه يعني. طيب، فهو قدم مشروع قانون فرنسي يلغي الاتفاقية مع الجزائر. هذه الاتفاقية تقوم على أساس فرنسا بتحتاج عمالة. كما تعلمون الدول المتقدمة محتاجة عبيد، اللي هو احنا يعني، محتاجة فلاحين، محتاجة عمال بناء، محتاجة ناس تمسح الشوارع إلى آخره. مهن السادة بقى إيه؟ ضباط الشرطة، القضاء، الإدارة، البنوك، المال والأعمال. والمهن اليدوية بقى الفلاحة والكلام ده دايما الإيه؟ العبيد حالتنا. فبيحتاجوا دايما 30% لمهن العبيد. فبيأتوا بقى من الجزائر، بيأتوا من المغرب، بيأتوا من السنغال، من نيجيريا، من الدول اللي كانوا بيحتلونها. ففرنسا محتاجة في جني الطماطم ولا المهم. ففرنسا عملت اتفاقية إن هي تأخذ هؤلاء سنويا، تأخذ عمال جزائريين، مقابل إن فرنسا تأخذ البترول بتاع الجزائر، غاز الجزائر، الثروات المعدنية للجزائر. طبعا العمال الجزائريين عندما يذهبون إلى فرنسا لا يعودون، يستقرون ويتزوجون فرنسيات ولا فرنسيين أيا ما كانت الظروف، ويحصلون على الجنسية والإقامة. وطبعا الحكومة الجزائرية الحاجة الوحيدة في حياتها اللي بتعملها صح، يعني كل حاجة بتعملها غلط إلا هذه الحاجة، إن هي بترفض استلام الجزائريين من فرنسا. يعني الشرطة الفرنسية من تلقي القبض عليه وتحاول ترحله الجزائر، الحكومة الجزائرية بتعمل حسنة واحدة في حياتها، إنها بترفض استلامه. طيب يا ريت كل الدول تعملها كده يعني. طيب المهم، فهنا أيضا في موقع فرانس إنفو بيتناولوا هذه المسألة، وبيقولوا الهجرة إن إحنا يجب إن إحنا نلغي اتفاقية 1968 الخاصة بتوظيف الجزائريين في فرنسا. رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب يقول يجب إعادة هذه الاتفاقية لتنظم إقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا. طبعا هو بيقول إحنا يجب أن نلغيها من طرف واحد لأن الجزائر هيرفض. فهو قال إنه إحنا يجب أن نمزق هذه الاتفاقية مع الجزائر. ده رئيس وزراء فرنسا السابق. وطبعا وزير الداخلية مقدم القانون هيناقش هذه الأيام أمام البرلمان الفرنسي. طيب، الاتفاقية بتقول إن الفريق الجزائري يحصل على إقامة 10 سنوات في فرنسا. الاتفاقية حضراتكم تسمح بتوظيف مئات الآلاف من الجزائريين، أو هي سمحت أدت إلى ذلك طوال ال50 سنة الماضية. الاتفاقية بتعطي إقامة 10 سنوات للجزائري مع نشاط تجاري ومهني، يعني بتديه شروط مميزة أكثر في حالة أنه هو يقيم ويستخدم زوجته أو أسرته أو أطفاله إلى آخره. هذا أدى إلى ارتفاع العدد الجزائريين. يعني شوفوا، كان الجزائريين في البداية طبعا استخدموهم في الحرب العالمية الثانية، وبعدين في أعمال الإعمار وإلى آخره، إلى وصلنا عام 2019 الجزائريين وصلوا إلى 2.5 مليون أو 2.6 مليون جزائري، طبعا مسلمين. هذا أدعك فرنسا جدا. هنا حضراتكم الإحصائيات الخاصة بتركيبة المهاجرين، والمقصود بها هنا بقى المقيمين غير اللي هم ليسوا بيض، يعني
ليسوا فرنسيين أصليين. فنجد الجزائر بسم الله ما شاء الله، الجزائر 31.5%، تونس 7.5%، المغرب 3%. فأنت عندك المسلمين تقريبا 40% من المهاجرين الموجودين في الجزائر. طبعا عندنا مسلمين آخرين مثل ألبانيا 5%، ولكن لا يمكن أن هم الألبان كلهم يعني يتحدوا أو يشكلوا لوبي ضغط مع الجزائريين والتونسيين والمغاربة، لكن الجزائريين والتونسيين والمغاربة بحكم الثقافة واللغة ممكن يحصل اتحاد. لكن في الآخر طبعا كل الغير فرنسيين في فرنسا هم 10% فقط، طبعا في دول جنوب الصحراء يعني، لكن هو المهم الكتلة الإسلامية، ولكن الضغط كله على الكتلة الإسلامية لأن هم اللي بيشكلوا الإسلام. طيب هنا الإحصاءات الفرنسية معدل الخصوبة بالنسبة للمرأة المهاجرة، فهنا قالوا والله احنا عندنا مشكلة في الجزائر، المرأة الجزائرية بتنجب 3 أطفال و7، فهذا سيؤدي إلى زيادة المسلمين في فرنسا. طيب المرأة التونسية بتنجب 3.5 أطفال، المغرب المرأة بتنجب 3.5 أطفال، تركيا بتنجب 3 أطفال، أفريقيا 3 أطفال يعني. لكن لو وصلنا للبرتغال 2، أسبانيا 2، طب آسيا 2. طبعا حاليا ماكرون بيستقبل رئيس وزراء الهند، فممكن يقول له ابعت لي 10 مليون هندي في فرنسا يشتغلوا في فرنسا عمال من هذا القبيل. طبعا الملاحظ حاليا ان دول اوروبا بتستخدم عماله صينيه وعماله اسيويه وعماله هنديه بدلا من العماله الاسلاميه. احنا عندنا في مصر خزان بشري 110 مليون، فاحنا مستعدين نرسل لفرنسا 50 مليون ونحكم احنا فرنسا يعني. لكن هي فرنسا حريصه تستورد من الهند، تستورد من الصين، من فيتنام الى اخره، فهم حريصين انه يعني يظل هم الابيض هو الاغلبيه، والابيض لم يكن الاغلبيه يصبح اكبر الاقليات. لكن في الآخر تصبح الأقليات، لو حتى الأقليات أصبحت أغلبية، تصبح أقليات مبعثرة، يعني أقلية مسلمة مع الأقلية المسلمة الجزائرية مع الأقلية المسلمة الألبانية، والألبانيا تعتبر بعيدة فكريا عننا يعني. المهم مع ناس من جنوب أفريقيا من الكونغو، صحيح هم أفارقة لكن ليسوا نفس الاهتمامات الدينية، التركيز كله على الإسلام والمسلمين، دي المسألة يعني. أنا في اعتقادي في النهاية إن سنة الله سبحانه وتعالى فرنسا كانت بتعيش في انحدار، وأقامت إمبراطورياتها، وإمبراطورياتها انهارت في الحرب العالمية الأولى، وانهارت أكثر في الحرب العالمية الثانية، وبقت فرنسا على الخريطة بفضل الجيش الأمريكي، والآن أمريكا بترفع يدها عن فرنسا. فرنسا بتسقط في ظل إن الفرنسيين لا ينجبون بسبب نمط الحياة العلماني، لأنهم دمروا المسيحية تماما، فلا يوجد إنجاب. فهو هيعمل إيه؟ إما يستدعي ملايين من الهند، أو يستدعي ملايين من الجزائريين اللي هم مسلمين. أيا ما كان فرنسا ستسقط، لكن من سيحكم فرنسا؟ الهندوس أم المسلمين؟ هذا هو السؤال المهم، واللي أنا أعتقد دولة عميقة شغالة فيه في العالم حاليا. يقولون في الصحافة الفرنسية احنا عندنا مشكلة مع الأطفال الجزائريين، أن 75% من أطفال الجزائر مهتمون بالإسلام، فده عامله لهم مشكلة. شوفوا فرنسا تقول لك العلمانية، لكن هي مهتمة ان ازاي الطفل الفرنسي اللي من أسرة مسلمة بيولد مهتم بالإسلام. طبعا نختم ان هذه الصورة هي المعبرة عما يحدث، ان الإسلام تحت الحصار في فرنسا. كما تشاهدون الشرطة تقف أمام المسجد، إغلاق المساجد، التضييق على المساجد، إغلاق المدارس الإسلامية، منع تحفيظ القرآن الكريم، اتهام ان القرآن ضد الشذوذ الجنسي والكلام ده. المهم يعني هو شغال خطف أبناء المسلمين إلى آخره. فأنا أعتقد في وقت ما هيحصل صدام، والصدام ده يؤدي في الآخر لانهيار فرنسا، ليس بسبب المسلمين، إنما فرنسا في الآخر هتنهار، لأنه هيبقى البيض أقلية، لأنه هيبقى فيه كتلة هندوسية وكتلة صينية وكتلة جنوب آسيوية فيتنام وغيرها، وكتلة أفريقية وكتلة مسلمة، وهذه الكتل ستتحد ضد الكتلة المسيحية الفرنسية اللي هتكون مثلا 40% في الآخر، هذا خلال 20 سنة. ثم بعد هذه الكتل الأغلبية كثيرة، ولكن هي أغلبية مشتتة، أحزاب هتبدأ تتقاتل فيما بينها، وأعتقد هذه خطة اليسار في فرنسا. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في الختام هنا كتاب للدكتور بهاء الأمير عن الماسونية في فرنسا، أرجو الاستماع لهذا الكتاب، لأنه هو الثورة الفرنسية هي ثورة ماسونية هدفها تدمير المسيحية، وهي نفس الثورة اللي حصلت عندنا في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن الدولة الأموية وسيدنا معاوية بن أبي سفيان تصدوا لهذه الثورة
وأحبطوا خطتها كلها وأنقذوا القرآن الكريم، وهذا شرف منحه الله سبحانه وتعالى للأمويين رحمهم الله. أرجو الاستماع لكتاب الثورة الفرنسية الماسونية. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، رابط قناة على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات الوثائقيات التاريخية، أرجو تشاهدوا الأماكن في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.